السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماله يا جماله يا جماله، ايه الحلاوة دي؟ احلى محشي ده ولا ايه؟ العشق كله ده. دي اكلة الشتا الحلوة الجميلة. النهاردة هنعملوها سوا يا حبايبي، بس قبل ما نبتدي طبعا هنصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا يا قلبي، يلا روح قلبي، يلا. بصي بقى يا قلبي، انا جبت الكرنبتين القمر دول اللي انت شايفاهم صابحين وطازة وزي الفل، وجايبة حبة خضرة حلوين بردك، عبارة عن كزبرة وشبت وبقدونس ونعناع. وجايبة بردك يا حبيبة قلبي 2 كيلو طماطم على كيلو ونص رز. وتعالي بقى نشوف هنعمله ايه. انا كمان فاض معايا من الخليط بتاع المحشي ده، عملت كمان ورق عنب. بصي بقى يا قلبي، الكرنب عشان تنزلي تشتريه وتجيبيه لازم تجيبيه طازة كده، يكون صابح كده، تكون الورقة بتاعته مفرودة زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش عروق، الورقة مفرودة. والكرنباية كمان تلاقيها تدوسي عليها كده تلاقيها مليانة وتقيلة. فهماني يا قلبي؟ فعايزة اقول لكم الكرنبتين دول فعلا طلعوا زي العسل. هنبتدي بقى ونشوفوا هنعمله ايه. انا هجيب الكرنبايه وهحاول ان انا اقطعها ورقه ورقه، اطلعها كده ورقه ورقه. انا هنا يا حبايبي ما بحبش بقى نظام حطي الكرنبايه في الميه بحالها كده، لا انا بحب كده افرطها وكل ورقه ابص فيها. بصراحه لازم ابص في قلب الورقه جوه، يعني اتاكد انها نظيفه وحلوه، ولازم اشطفها. طبعا واحده واحده لان هي ممكن تبقى ماسكه في بعضيها شويه، واحده واحده. وبالنسبة طبعا أنا بقول الكلام ده للناس المبتدئين أو الناس اللي لسه بنانيت الصغيرة اللي لسه على جواز. الورقة تقطعيها يا حبيبتي زي ما انت شايفة كده العروق، وتبصي بقى من الظهر من ورا، شوفي انهي ورقة اللي عليها الدور وتسحبيها، تخلعيها كده بالراحة. بصوا الورقة عاملة ازاي، جميلة، ورقة مفرودة وحلوة ومش معرقة. وايامه بقى الكرنب ده ايام اليومين دول، احلى كرنب تاخديه بقى اليومين دول تاكليه يبقى زي العسل معسل كده. هجيب بقى حلة واحطها على النار، تكون المية فيها بتغلي، وانزل عليها بمعلقة كمون كبيرة كده على معلقة ملح. وهنا يا حبيبة قلبي الكمون بيقلل الانتفاخ اللي بيسببه الكرنب، لان انتوا عارفين الكرنب بينفخ القولون شوية. طبعا انا نزلت بالورقة، انا مش عايزاها اكتر من ثانية، ثانية في المية، عشان ما تقعدش وتتهرى منك. هي دوبك بس تتحط تعمل المية السخنة فيها وتنشليها على طول. هنزل بالباقي برضو. زي ما انت شايفة كده يا قلبي، وهطلعها. هكمل الكمية واكون محضرة بقى حلة، هنزل فيها بمعلقتين سمنة كبار كده على حبة زيت بردك حلوين، وهنزل هنا بمعلقة صلصة كبيرة وهقلبها في السمنة والزيت. وهنا حبايبي انا مش بحمر بصلة، وفي نفس الوقت بردك انا ببقى مخلية زي نص طماطم مقطعة صغير، يعني يعتبر ني في ني، مع بدي تسبيكة بس للطماطم. هنا الصلصة زي ما انتوا شايفين احمرت كده،
هي بتحمر لي الخلطة طبعا الصلصة برضو، وانا عندي كيس صلصة مفرزاه هنزل بيه برضو، والكيلو ونص طماطم التاني انا ضربته في الخلاط وهنزل بيه على الخليط ده. انا حطيتها بردك من غير ما اصفيها. هبتدي بقى اقطع الورق بتاع الكرنب، هجيب بقى طبق كبير كده هنزل بالبصل زي ما انت شايفة البصل كده مقطعاه صغير، وهنزل بحبة ملح على حبة فلفل اسمر، وهقلبهم في قلب بعض. وهجيب الطماطم اللي انا مقطعاها بردك صغير هنزل عليها، وهوريكم بقى سر الخلطة النهاردة. انا محضرة طبق فيه قرن فلفل حامي، على بهارات محشي، على الخضرة بقى اللي انا عاملاها كلها واخدة منها حبة، وراس توم، وكوبابة صيني، وحبة كمون، وحبة ملح، وواحدة مرقة. انا هاخد هنا المرقة وهنزل بيها على الخليط، والخلطة اللي قلتلكوا عليها هتدوقيها في الهون او في الكبة حسب ما عندك، شوفي عندك ايه واعملي بيه. بعد ما ضربتها خلاص في الكبة هنزل بقى بيها على الخليط. مش قادرة اقول لكم الخلطة دي ريحتها عاملة ازاي، تحفة. وهكون غاسلة الرز ومصفياه من المية كويس جدا. وهنا بردك الخضرة، وهنزل بالطماطم وهقلبهم واجهز الخليط بقى بتاعها. وعايزاكي وانتي بتحشي تحطي بقى ايه تحت الحشوة دي في مصفى، وتحطي حاجة تحتها عشان تنزل المية اللي هتنزل من البصل على الطماطم، هتستخدميها بردك في حبة الصلصة اللي احنا شلناها من الصلصة المتسبكة. اهي يا حبيبتي هنزل عليها بحبة ملح وحبة الزيت، وهنا انا رصيت في ارضية الحلة دي العروق بتاعة الخضرة. انا ما برميش حاجة من المحشي خالص، وحطيت جزر وحطيت بصل، واديني رصيت. وهو يا حبيبتي الحلة كملت، هجيبها بقى وانزل بيها على البوتاجاز. اكون الصلصة اللي انا قلتلكوا عليها شلت جزء منها حطيتها على النار، وزودت بقى، شوفي انت عندك شوربة تزوديها مية حسب ما انت عندك يعني، حسب المتاح. وحطيت فيها حبة فلفل اسمر وحتة سمنة بلدي، بردك في سمنة بلدي فيه مفيش بردك ايه الموجود عندك. وواحدة مرقة بردك، حطيت واحدة مرقة كمان عشان انا عاملاها على مية بصراحة. وهاجي حسقي هنا المحشي مع مراعاة ان انا ما ازودش في المية، لان المحشي هنا في الطماطم طبعا اللي هي ني في ني، والبصل اللي هو ني في ني، فانا ما تعداش ورقة الكرومبة يعني لغاية ورقة الكرومبة كده، قبلها كده اروح زي ما انت شايفة كده ما تعداش، اروح حاطة طبق ومغطياه. وهنا بردك حسقي ورق العنب اللي انا عملته، عندي بلال ابن اخويا الله يرحمه بيعشقه عشان كده عملته له. وهنا يا حبيبتي هتعلي النار شوية بعد كده توطي بقى. وهنا طبعا لما استوى زي ما انت شايفة كده، الله على الجمال بجد، العيش 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 انا عن نفسي بعشقه يعني. الف هنا وشفا يا حبايبي ليكوا، وتعملوه وتتهنوا يا رب. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم يا حبايبي ان شاء الله على خير.